السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. قصتنا النهاردة يا أصحابي في أعماق البحار. كان في لؤلؤة يا أصحابي هي اللي بتحافظ على بقاء الكائنات الحية على قيد الحياة، وكانت موجودة في الحيد السابع. والحيد يا أولاد ده يعني مكان كده تحت المية، يعني صخري، كائنات حية كتير جدا بتعيش فيه. ودي المحارة نانا، محارة حكيمة، ومرجانة الحورية، وزيكو الدولفين اللي بيعرف يقلد أي صوت. كان في صياد خطير بيصطاد وبيبحث عن كل اللآلئ النادرة، اسمه دكتور بلاك، ومعاه الغواصة الأخطبوط بتاعته. وفضل يبحث في أعماق البحار لحد ما شاف مدينة اللؤلؤة وقال أخيرا لقيتها. ونانا المحارة الحكيمة كانت زعلانة وعمالة تتنهد كده، ولولي وزيكو واقفين قدام اللؤلؤة. المحارة نانا قالت لو دكتور بلاك أخذ اللؤلؤة هو هيعيش للأبد، لكن كل الحي ده هيموت، كل اللي فيه هيموتوا. لولي بتقبض ايدها كده وهي زعلانة وبتقول يبقى لازم أدمرها. وزيكو قال لها ازاي، ده أملنا الوحيد. لولي هجمت على الغواصة الأخطبوط عشان تدمرها، وشعرها المرجاني بيتحول لسياط من النار عمالة تلمع. لولي بتصرخ وبتقول البحر ده بيتي. كان فيه روبوت عبارة عن كابوريا هجم على لولي، وزيكو عايز ينقذها. زيكو العبقري قلد صوت دكتور بلاك بالظبط وقام قايل أيها الأغبياء ارجعوا فورا. الكابوريا الروبوت اتلخبطوا وفضلوا يضربوا في بعض. دكتور بلاك نص وشه اتكسر وكان بيتألم، وقال لها اديني اللؤلؤة وهسيبكم تعيشوا. لولي ردت على دكتور بلاك وقالت له البحر ده مش محتاج خالد واحد بس، ده محتاج حيد بكامل الحياة، محتاج حياة للكل. لولي يا أصحابي قامت كسرت اللؤلؤة، وكل المرجان وكل الكائنات الحية اللي كانت ميتة رجعت صحت تاني. نانا المحارة قالت التضحية هي الخلود. لولي كانت بتسبح ومبسوطة جدا لأن الحيد بتاعها كبر جدا، ما بقتش حيد صغير، لا ده بقى كبير وفيه كائنات حية كتير جدا عايشة. دكتور بلاك يا أصحابي انسحب وهو مهزوم خلاص. وكده يا أصحابي احنا بنتعلم إن احنا نحافظ على البيئة، ومش عشان أنا عاوز أجمع حاجة معينة أو كده أبوظ وأدمر أماكن تانية. وتوتة توتة خلصت الحدوتة، حلوة ولا ملتوتة؟ يلا يا أصحابي تصبحوا على خير.